السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقاء معنا في هذا الفيديو هذا. مبروك عليكم التأهل ديال المنتخب المغربي والتأهل ديال المنتخب المصري الشقيق اللي حتى هو بدوره بصراحة حجز المقعد ديالو عن جدارة واستحقاق. كانوا لعابة في المستوى كيف تنعرفوا على المصريين أنهم تيهبوا حارين، تبارك الله عليهم، مبروك عليهم أنهم دازوا الربع النهائي، وتنتمنوا لهم أنهم في المقابلة الجاية والمقابلات اللي من وراها إن شاء الله أنهم يكملوا بنفس الوتيرة ويوصلوا إن شاء الله. نتمنوا أننا نلتقوا معهم في لافينال. بالنسبة للمنتخب المغربي صراحة في الماتش الثالث من وراء ماتش ديال أوكرانيا دخلوا عوالين باش يربحوا، الحمد لله. هذاك الشيء اللي كنتسناو من اللعابة، حنا الحمد لله عندنا كاليتي دو جو، عندنا مجموعة زوينة، ولكن كانت واحد بعض السلبيات في المقابلة ديال مع أوكرانيا اللي كان شوية ديال التصرف من بعض اللاعبين، وكان شوية ديال الأنانية، حيث أنه كلشي كان تيبغي يتسلط عليه الأضواء، كلشي غادي ماركي كلشي، بغض النظر على أن المستوى ديال بعض اللاعبين مثلا الزازولي اللي تلقى واحد الانتقادات لاذعة من طرف الجماهير، وأنا شخصيا صراحة ما كانش عاجبني المستوى ديالو. شيء عادي، راك كتلعب في منتخب مغربي، خاصك تكون ولو أنك تكون لاعب كبير، يعني في حالة التظاهرات خاصك تكون جاهز باش تلعب. الاسم ديالك ما تيكفيش، خاصك تكون جاهز، ما تكونش غير فقط لاعب ديال المنتخب المغربي كنتي كتلعب بلاصه فلانيه، كنتي كتلعب في بارسا، كنتي كتلعب، داكشي ما تيكفيش. حنا محتاجين لاعب اللي يكون جاهز واللي يقدر يعطينا اضافه في المنتخب. الحمد لله المقابله الثالثه كيف ما كان الحال، يعني المستوى ديالو تحسن شيئا ما، يعني سجل هدف، عطى تمريرات، لعب في الجناح الايسر، حسينا به مرتاح هو اكثر في الجناح الايسر على الجناح الايمن. كان مزيان، المستوى ديالو مزيان، يعني تقييم ربما نقدروا بالاجماع نقول واحد 8 على 10 المستوى ديالو مزيان، حيت صراحه الله كانت مسانده. الحاجه اللي كنا تناخذوا عليها هو المشكل ديال الدفاع. المشكل ديال الدفاع ما كانش يساند المجموعه في الدفاع، وكان تيدير بعض الاخطاء اللي جاونا من تماركوا علينا البيوت على طريقها. ماشي مشكل، هادشي تنستافدوا منه، ماشي مشكل على اي. المهم هو اننا تاهلنا. دابا خاصنا نحطوا رجلينا في الارض ونفكروا ونخموا ونعرفوا مع اللاعبين، بما انه المجموعه ديالنا تصدرناها الى المجموعه الاولى اللي هي مجموعه اللي كانت فيها فرنسا وميريكان ونيوزيلندا وغينيا، يعني تصدرتها فرنسا وتاليها ميريكان. بما انه احنا الاولين يعني غادي نلعبوا مع امريكان. امريكا عندها فريق اللي تيتميز بالسرعه، فهمتي، في التحولات من الدفاع للهجوم، يعني راه تيلعبوا سلاله. راه شفت المقابله الاخرى ديالهم، تفرجت في الماتش الاخراني ديالهم، زعما راه كانوا تبارك الله عليهم. ولكن مقارنه بالفرضيات ديال المنتخب ديالنا ممتاز جدا، حيت نقدروا نربحوهم بنتيجه عريضه الا لعبنا بنفس الطريقه اللي لعبنا بها مع العراق. راه حيتاش هما تيفتحوا المجال، تيفتحوا المساحات، وحنا تبارك الله عندنا فنيات، اللعابه عندهم فنيات يقدروا يطارقوا لا من الاجنحه بجوج لا من العمق، يعني الحمد لله المنتخب ديالنا عنده امكانيات، خاص غير اللعابه يتوظفوا بشكل مزيان، وسكيتي حتى هو يعرف اللي ليه واللي عليه، ويدير دراسه للمنتخب اللي غيلعب مع هذه المقابله هذه، ويكون ان شاء الله خير. هادشي اللي كنتمناو، وتنتمناو المنتخب المصري حتى هو ان شاء الله اللي تصدر المجموعه ديالو انه يربح في الماتش الجاي اللي تا هو ماتش ديالو مثلا الصراحه مع الباراغواي. مقابله شويه صعيبه، ولكن ان شاء الله غادي يكون خير. يعني المنتخب المصري تا هو تنثقوا فيه، عنده فرضيات، عنده لعابه في مستوى، عنده تكتيك، عنده النفس حاره، تيلعبوا على التوني، تيلعبوا على الضرب، والله يعطيهم الصحه. كنتمناو لهم الخير، كنتمناو يدوزوا النصف، كيف تنتمناو المنتخب المغربي ان شاء الله حتى هو يتاهل من المقابله هذه ويدوز النصف، ونتلاقاو علاش لا في لافينال. يعني ان شاء الله الى حطينا رجلينا في الارض وامنا بقدراتنا، الحمد لله عندنا فريق يستاهل وقادر انه يتاهل، رغم انه ما كناش حنا من المنتخبات اللي مرشحين باش نديو اللقب ديال الاولمبياد، ولكن راه كلشي تفرج في المنتخب المغربي، كلشي شاف اللعابه، كلشي شاف الفرضيات، كلشي شاف التكتيك ديال المنتخب. الحمد لله كاينه فرقه في المستوى،
حنا تنثقوا في ولاد بلادنا وعارفين بانهم غيبذلوا مجهود اكثر من هكا. خاصهم شويه ديال الثقه، خاصهم يلعبوا نفس ويحطوا رجليهم في التيران مزيان، ينقصوا شويه من تضييع الفرص. عندنا حارس مزيان يعني مأمن لينا واحد 50% في الدفاع. المشكل اللي تيوقع شنو هو اننا تنلعبوا بالاجنحه وتنلعبوا على حكيمي تا هو ما ننتقدوش حيتاش شي مرات تيخلي البوست ديالو ولا ما تيدافعش بطريقه مزيانه، راه حيتاش راه المسافه اللي تيقطع والمجهود اللي تيبذل باش انه يخلق لك واحد المساحات للمهاجمين ويعاونهم باش يلعبوا كره وهما مرتاحين، ويزيد لك واحد الضغط عددي. المنظومه الهجوميه هو مدافع تيبذل مجهود كبير كي كان واقع لينا حنا مع النصيرين اللي كان لاعب في المنظومه ديال وليد الغدراني، هو تيهاجم وتيعاود يرجع يدافع عنها. ما تسناش منه في شي لحظه انه مثلا تكون عنده كره مثلا ويراوغ ويلعب بنفس الجهد، حيتاش راه السوفه ديال الانسان راه باين محدود، ولا لعب الكره عادي. يعني راه الحكيم الا خليتيه في الديفونس ما يطلعش راه غيبهرك، راه غيبان لك مدافع خارق. ولا جينا نقارنوا بروبرتو كارلوس كيفاش كان كيلعب مع ريال مدريد، كيفاش كان كيلعب حتى هو من بين احسن الاظهره اللي كانوا عبر التاريخ، واللي كانوا تيلعبوا بلاي ان في الوقت ديال بلاي ان كان كيتوظف مهاجم كيلعبوا به مهاجم. انا شخصيا لعبت بلاي ان كنت كنلعب به مهاجم، ما كنتش كنلعب به انايا ظاهر قيصر. كان طياره وكان عنده الشوت، كان كيشوت مزيان. نفس القضيه عند الحكيم، تيجري مزيان. يعني حنا خاصنا ما نضيعوش في هذاك اللعاب، تيجري مزيان راه تيعاوننا، يعني راه تيخلق مساحات، راه تيجرنا لعاب جوج ثلاثه شي مرات. باش شو البيت الاول اللي تماركا مع سميتو مع العراق، راه هو اللي عطى الاسيست، شفتو كيفاش دخل بالكره. يعني راه اختراع اللي دار راه ماشي ساهل، يعني راه بذل واحد المجهود كبير. يعني صراحه طلعت انا حتى هو على المجهودات اللي تيدير، وخدم على راسو كثر في النواحي الدفاعيه. الا كانوا شي حوايج خاصهم يتصلحوا يصلحهم اكيد، يعني بينوا مع المدرب ولا مع الطاقم الفني اللي تيشوف شي هفوات مثلا تيديرهم مثلا، ماشي غير هو، مجموعه من اللاعبين عادي. حيت راه الانسان راه تيبقى مستمر في انه خاصو يطور من راسو. اللعاب نهار تيوصل ديك المرحله ديال انه تيقول انا راه متكامل، صافي اللي كان النقطه ديال النهايه. ولكن ملي تيكون واعي بانه راه خاص كل مره خاصو يستافد ويزيد يطور من المجهودات ديالو ويطور من الفنيات ديالو، هذاك راه لازم القدر يعطيك. وكل مره غادي تفرج فيه غتحس بانه تيلعب ماتش على ماتش احسن من الماتشات اللي قبل. على الايام المنظومه الدفاعيه هضرنا عليها، المنظومه ديال وسط الميدان في المستوى مهما تشوف ان راه كاين واحد لا كومباريزون بين الدفاع وبين الهجوم، عرف بان الوسط راه ممتاز. كيفاش توصل الكره للهجوم راه ما يمكنش، راه تيوصلها لك وسط ميدان. وسط ميدان راه هو اللي تيشكل لك الكره، هو اللي تيخلق لك فرص، ورغم انه يكون عندك مهاجم. حاجه اخرى اللي بغيت نهضر عليها رحيمي. كان انا رحيمي تبارك الله عليه لعب مستوى زوين. علاش؟ المهارات اللي عنده والامكانيات اللي عنده خلات بعض المشككين انهم يحتارموا رغم علمه. كنا كنطالبوا برحيم كجمهور مغربي، كنا كنطالبوا برحيم، بغينا رحيم يجي المنتخب الاول، بلاصتو كاينه حيت عارفين الامكانيات ديالو، خصوصا اللي كان متبعو وكان من العشاق ديال فريق الرجاء البيضاوي، حيت عارف المسيره ديالو كيفاش بدات. الحمد لله ما تنحضروش ولاد بلادنا وتنبغيو نكبروا بهم، وعارفين بان عندهم امكانيات وراه هما اللي غادي ينفعونا. علاش؟ حيت تيلعبوا نفس، تيلعبوا حارين في الماتشات الحاسمه، تلقى هذاك اللي تيلعب نفس، رغم انه يقدر يكون عنده امكانيات ناقصه. ماش لاحق على رحيمي، كنهضر على اي لاعب. يعني واخا تكون عنده المستوى ديالو متوسط، ولكن في الماتشات الحاسمه تلقاه تيتبدل، تيتسير، تيلعبوا على الضرب وتيلعبوا حارين. ولاد البلاد تيلعبوا حارين، ما خصناش نحرروا ولاد بلادنا، ماشي حيتاش ما تيلعبش فريق اوروبي ولا هذا، بالعكس راه الفرق الاوروبيه راه تيجيو تينتابوا انتدابات من عندنا من افريقيا، وهذا الشيء راه حنا عارفينه زعما ماشي خفي علينا. تبارك الله عنده بزاف ديال المهارات، تيعرف يخترق، تيعرف يخلق لك فرص، يقدر يصيد لك بلانتيات كوفرات. يعني الكره ما تضيعش، يعني فاش تمشي عنده كره عرف راه كتشكل خطر على الخصم. هذه ميزه من الميزات القويه في المهاجمين واللي قليله ما كناش تلقاوها صراحه. فهمتي؟ كتلقى
لاعب عنده مهارات يقدر مثلا يفانتي يقدر هذا، ولكن ما تلقاش عنده ديك الشراسه في مع الشبكه، عقلو فيه الشبكه، تيبغي ماركي، خاصو يماركي بيت، تيدخل في دماغه هو راه خاصو يماركي، لا ما ماركاش خاصو يعطي اسيست، خاصو يخلق مشاكل. حنا تنلاحظوها ملي تيخرج دابا رحيمي في الماتشات هاد الثلاثه اللي تلعبوا كاملين، فوقاش ما تيخرج تبان لك راه المنظومه تبدلات شي شويه، ما بقاش داك الضغط كيف كان، ما بقاوش دوك الفرص يتاحوا كيف كانوا. علاش؟ حيت راه الضغط تيولد اخطاء، تتولد تضغط على الخصم، راه تيتولدوا اخطاء. الحمد لله الحمد لله، حيتاش تعطاتو فرصه وبين بانه راه يستحق. ماشي غير هو، كاين مجموعه ديال اللعابه اللي باقيين تبارك الله عليهم صغار، وباقيين صغار في السن، وهذا الشيء راه في صالحنا حنايا كمغاربه، زعما يكون عندنا منتخب ثاني وباقي بحال هكا تبارك الله، يعني منتخب اولمبي بهذا المستوى. يعني راه كنترقبوا بان السنوات اللي جايه راه ماشي صافي دوزنا واحد الحقبه ديال انه راه كان عندنا واحد المنتخب في واحد العهد وسالينا، لا بالعكس، كاين استمراريه تبارك الله على الناس اللي منظمين هذا الشيء وواقفين على شغلهم مزيان، تبارك الله على الاقجاع صراحه. لعب عطاه المنصب ديالو، قايم بالواجب ديالو، تبارك الله عليه. خلق واحد المجموعه ديال التغييرات اللي بدلات الكره المغربيه. كنا فين وفين ولينا، يعني شوف الطموحات اللي ولات عندنا، شوف الطموحات اللي كانت شحال هذه، شوف الطموحات اللي ولات دابا. كنتمناو خير حتى خوتنا العرب اون جينيرال، نتمناو انهم ما نقولوش يتعلموا منا، ولكن نتمناو انهم حتى هما المستوى ديالهم يزيد يتطور، يطلعوا النيفو كثر، ماشي غير من الناحيه ديال انهم يبقاو غاديين غير على ولاد البلاد زعما وديك القتاليه. بالعكس راه خاص يولي عندهم حتى هما اكاديميات اللي تيطلعوا لعابه. راه فين ما مشيتي اي بلاد راه فيها دراري صغار تيلعبوا كره في الزناقي، تيلعبوا كره زوينه، عندهم مواهب، ولكن شكون اللي غيشد بيديهم؟ راه هما دوك الكوطور. يعني راه خاص يكون تنظيم ويكون ناس اللي تيقوموا بالواجب ديالهم، ما نبقاوش تنشوفوا غير المسائل الماديه. بالعكس، المسائل الماديه ولكن راه تتخلق هاد العمل، خاص تخدم باش توصل. هذا هو اللي كاين. تحياتي لكم الاخوان، وان شاء الله نتمناو استمراريه لمنتخباتنا العربيه، ولاش نتلاقاو مع مصر في الفينال، واللي ربح ديك الساعه راه حنا خوت بيناتنا، خاصنا نتمناو الخير للغالبه، والله يسر الامور للجميع. اخواني تهلاو في وسطكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.